Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir mes amis, mes élèves, comment allez-vous avec vous monsieur محمد الجوهري professeur de langue française. تعالى كده اقول لك حاجه مهمه جدا. حبايبي اللي داخلين تانية ثانوي، طبعا احنا بقالنا مده طويله هرينا رسائل طبعا ولادي وبناتي ميسيو انا عاوز ادخل ادبي، ميسيو انا عاوز ادخل علمي، ميسيو الادبي عامل ايه؟ العلم عامل ايه؟ طب ادخل كليه ايه؟ حبيبي انت اختيارك للعلم والادبي بيتم بمقاييس معينه. تعال اقول لك بقى تختار علم وادب ازاي علشان تقدر تمشي في حياتك صح. احنا بنقابل طلاب معانا في ثانويه عامه وهم بينهوا السنه يقولوا انا اخترت العلم غلط، انا اخترت الادبي غلط، انا ما بعرفش احفظ، انا ما بعرفش افهم كده، الماده دي بابا اجبرني على كده، ماما اجبرتني على كده، اخترت علمي عشان صاحبي، اخترت ادبي عشان المجاميع فيها بنات حلوه وبنروح نتسلى ونهزر ونضحك، اخترت علمي علشان بيقولوا ان في شغل كويس وفي فلوس، اخترت ادبي عشان مش عايز اذاكر، اخترت علمي علشان ايه؟ علشان بابايا دكتور ولازم هو عايزني اكون زيه بالظبط، اخترت ادبي علشان ماما شايفاني ان انا هنجح في الادبي، اخترت ادبي علشان اصحابي اللي في العلمي اختلفت معاهم بقيت مخاصمهم وقاطعهم فمش عايز اروح معاهم الدروس، اخترت ادبي عشان بيقولوا المجاميع هيصه وبنطبل وبنغني وبنفرح والدنيا زبادي في الخلاط وبناكل كريبات والدنيا مشيت كده. يا باشا اللي انت بتقوله ده اقسم بالله يعني مش هقول لك، انت عايش في عالم موازي لينا يا باشا. العلم والادبي ما بيتمش اختياره كده. تعالى بقى اقول لك تختار علم وادب ازاي. اول حاجه بتقعد مع نفسك قاعده صح، طبعا بكلم طلابي اللي هم داخلين ثانيه ثانوي، اللي في ثالثه دلوقتي الكلام ده ممكن يراجعوه مع نفسهم هيضحكوا وهيلاقي الكلام ده منطبق عليه او منطبق على صاحبه 100%. الحاجات اللي قلتها من شويه دي ممكن تزعل الناس بس ده الواقع. يا جماعه احنا لو سمحتوا اختاروا علم وادب بناء على 3 حاجات. اول حاجه انت في سيرتك الذاتيه من اول ما بدات التعليم لغايه ما وصلت ثانيه ثانوي ايه المواد اللي انت ناجح فيها وشاطر فيها وبتحبها وعندك قبول ليها ودايما بتحس بسكسيه وبروجري تقدم ونجاح فيها وحاسس ان انت بتدي فيها اكتر. يبقى اختياري بناء على المواد. رقم 2 انا كواحد داخل ثانويه عامه انا نفسي اكون ايه؟ هل نفسي اكون دكتور؟ نفسي اكون صيدلي؟ نفسي اكون مجال طب بشكل عام؟ نفسي اكون مهندس؟ هدخل علم علوم، هدخل علم رياضه لو نفسي في الهندسه. طب لو نفسي في مجال تاني خالص غير ده، انت مش عاوز لا طب ولا هندسه، ممكن بقى تدخل ادب او علم مش هيفرق كتير لان الادبي والعلمي متساويين في كل الكليات ما عدا علم علوم بيوديك طب بمجالاته، علم رياضه بيوديك مجالات الهندسه. لكن موضوع ان انا مش بعرف افهم فادخل ادبي الكلام ده غلط. العلم والادبي في فهم وفي حفظ، واللي يقول لك غير كده يحاسبني على كلامي. الادبي في حفظ وفهم، العلم في حفظ وفهم، فانت كده كده هتذاكر في الاثنين. مفيش حاجه اسمها ان انا ادخل علم وادبي عشان مش بعرف احفظ او مش بعرف افهم، الكلام ده مش موجود خالص. يبقى لازم اول حاجه تختار بناء على المواد الدراسيه، رقم 2 اختيارك بناء على طموحك في المستقبل والكليه اللي انت نفسك فيها، رقم 3 الخبرات السابقه سواء في اسرتك سواء في باباك ومامتك سواء مدرسينك بتبدا تسمع مننا، ومن خلال ال3 حاجات دول تبدا تكون شخصيتك في المستقبل سواء علمي او سواء ادبي. انت ليك كيان لازم يكون عندك، لازم يكون عندك حافز داخلي، عندك امنيه نفسك تحققها، عندك تارجت لازم توصل له، ان انت من خلال علم والادبي لازم يكون لك شخصيه. ما تحجزش علم وادبي او تختار علم وادبي عشان صاحبك، علشان هنا عشان هنا، لا خالص، عشان نفسك. انت نفسك في ايه؟ فكر في نفسك، فكر في امكانياتك، اسمع كلام الناس اللي حواليك سواء باباك او مامتك او اسرتك او مدرسينك، وابدا كون الاكسبيرينس بتاعتك عن البكالوري وعن السيكسيون القسم اللي انت اخترته سواء علمي او ادبي. ودي كانت نصيحه بسيطه، كانت حاجه كده موجوده عندي وانا جاي النهارده اسجل مخصوص عشان اقول لكم الرساله دي، عشان فعلا احنا الفتره اللي فاتت لقيت طلابي واولادي وبناتي محتارين وقلقانين، وممكن يكون احنا كاولياء امور مش عارفين نساعد اولادنا قوي، لكن احنا كلنا معاكم في نفس المركب. اتمنى تختاروا التخصص المناسب. دي كانت مساج سامبل، رساله بسيطه لكل طلابي. كنت معاكم اسمي محمد الجوهري، اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.